أبشع جريمة هزت الجيزة كلها سنة 2007. يلا بينا نسمع أحداث الجريمة بالتفصيل مع بعض. 2007 جه بلاغ كان في الجيزة لغرفة عمليات النجدة إن في دراع واحدة مقطوع مرمي على ترعة المريوطية. المباحث اتوجهت على هناك، بصت لقيت الكيس مرمي، كيس اسود في دراع، المفروض إنه دراع واحدة مقطوع وفي جوانتي ابيض. هنا طبعا جريمه، طبعا في حته بعيد خالص، يبقى واحد جاي مشوار ورماها في الحته دي ومشي. طبعا ساعتها برضو لسه ما كانش فيه كاميرات كتير، ما كانش فيه محمول كتير، ما كانش فيه تتبعات. ولا المباحث هنا بتعمل ايه؟ بتجيب البلاغات بتاعه المفقودين اللي في الدوائر القريبه. انت هنا في الجيزه بتجيب الاقسام، مين اللي راح بلغ ان عنده واحده ست اختفت وما روحتش. لقوا ان في بلاغ في بولاق الدكرور بيقول ان في واحده ست جوزها جه بلغ انها اختفت من امبارح ومش لاقيها وما رجعتش. انت مراتك عندها كام سنه؟ عندك كذا. بتلبس ايه؟ والله بتلبس نقاب. بتلبس جوانت ابيض؟ بتلبس جوانت ابيض. جابوا الجوانت الابيض؟ ده بتاع مراتي. راحوا المباحث بصوا على البيت من فوق لتحت. مراتك متعوده تزور مين؟ مش متعوده، ده احنا والله ملتزمين، ده احنا في حالنا، ده احنا قاعدين مع نفسنا. طب خصومتك مع مين؟ والله ما لينا خصومه مع حد. تحريات الجيران، الناس اللي بقالين واللي في الشارع، والله بدا في حاله، مراته ست طيبه. ظبط المباحث. طب وبعدين يعني ايه ناس ماشيين في حالهم وكويسين نلاقي دراعها مقطوع ومرمي في الشارع؟ هنا المعلومات لازم تزيد، تحريات لازم تزيد وتاخد بعد تاني خالص، لان ضابط المباحث بيخش هو ما بيسيبش متر في مسرح جريمه او في مكان هو شاكك فيه الا لما يلقط كل صغيره وكبيره، لان مهما صغر الدليل كل ما هيكون هو الدليل الاقوى في ضبط الجاني. طيب راحوا يوم في التاني، ضابط المباحث واقف قدام البيت اللي ساكنه فيه القتيلة، بيبص فوق لقى بلكونة منشور فيها بطانية صوف. احنا في شهر 7-8 في عز النار. ده مين ده اللي هيجيب بطانية ويستخدمها ويغسلها وينشرها ويستخدمها في ايه؟ شوفوا لنا الشقة دي كده بتاعت مين. لاقي واحد كان عايش مع مراته ومراته عند حماتها باين مش موجودة وهو قاعد لوحده اليومين دول. يجيب إذن النيابة ويخش فتش الشقة. أول ما يخش لقوا الراجل موجود وبيعبي بقية جثة القتيلة في كيس. هو مكومها في السجادة على الأرض ومقطع بقية جسمها، حاطط جزء فوق الدولاب وجزء ورا الدولاب وجزء جوه الدولاب، واللي عرف يصرفه الدراع. طبعا الراجل وقف مكانه اتسمر. تعالى أدلة جنائية، طب شرعي، دي الجثة، يواجهوا الراجل، مرات اهي، دي رقبتها، الست متشرحة. عملت كده ليه؟ ايه بقى قصتك؟ خلاص هو متلبس. قال لك والله الست دي كانت عجباني وحاولت اكلمها اكتر من مره رفضت، وجيت في يوم ما مسكتش نفسي وهي خارجه فشدتها على الشقه عندي، صرخت، حطيت ايدي عليها، قعدت تزق وتفلفص وتقاوم وتزقني هنا لهنا، قمت رايح طابق على نفسها، روحها طلعت في ايدي. طب هتخلص منها ازاي؟ لقى نفسه ان هو لازم يقطعها اجزاء وياخد كل جزء في كيس ويروح يرميه في ناحيه. وسبحان الله من اول دراع اتقطع الجريمه جت علشان هذه الست الطاهره، ان هي ربنا جاب لها حقها في ساعتها.